اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الهنا والسعادة على كل متابعيني الغاليين، وحشتوني كتير وأتمنى تكونوا بخير حبايبي. النهاردة هنعمل مع بعض حلا الطيبين أو حلا الزمن الجميل بكوباية شعرية وشوية حليب. هنعمل أجمل عزيزية، والعزيزية دي من حلويات دمياط المشهورة، وهي بتتعمل بالمكرونة، بس أنا جربتها بالشعرية لقيتها بصراحة أخف وأجمل. شايفين حبايبي القطعة ما شاء الله، اللهم بارك، ماسكة نفسها إزاي. فعلا هيفكوا كتير لو ما جربتوش الحلا الجميل ده. لو أول مرة تشوفوني أنا الشيف ماجي، حطي لايك لو عجبك الفيديو، ويلا بينا نحضر الحلا الخطير ده مع بعض. في البداية هنجيب حلة ونغلي فيها مية، وننزل بكوباية بس من الشعرية، هنسيبها تستوي براحتها. ودي الشعرية بعد ما استوت تماما زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنبدأ نصفيها زي المكرونة بالظبط. في حلة على النار هننزل بلتر من الحليب زي ما انتوا شايفين. هنسخنه كويس جدا جدا. بعد كده هننزل عليه بمعلقة كبيرة من جوز الهند، وهننزل بعد كده بالشعرية اللي سلقناها مع بعض، وعلى نار هادية جدا، ونفضل نقلب القوام كله لحد ما يتجانس مع بعضه والشعرية تدوب في الحليب. زي ما انتوا ملاحظين كده حبايبي، الشعرية اختفت تماما. هننزل بعد كده بكوباية من السكر، ونفضل نقلب الخليط. بعد كده هنجيب كوباية من الحليب، هنحط عليها معلقتين كبار من النشا، وهنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. هنبدأ بقى ننزل بالتدريج على الخليط، وما نخليش ايدينا تقف تقليب تماما. فين بقى اللايك الجميل؟ اوعوا تنسوا. هننزل بعد كده بمعلقة كبيرة من الفانيليا. هنجيب بعد كده صينية هندهنها بمعلقة من السمنة البلدي زي ما انتوا شايفين، وهبدأ انزل بالخليط. الله على الجمال بجد، ولا الريحة خطيرة بجد، لازم تجربوها حبايبي وهتدعولي. وهنسيبها طبعا تبرد تماما. في طبق صغير هنحط معلقة كبيرة من السمنة البلدي، هنحط عليها معلقة كبيرة من العسل، وهنخلطهم ببعض زي ما انتوا شايفين. ونبدأ بقى هندهن الصينية الجميلة بتاعتنا دي، بس أهم حاجة تكون الصينية بردت. هندخلها بقى بعد كده في فرن سخن على درجة حرارة 180 لحد ما الوش ياخد لون جميل من فوق. المدة طبعا بتختلف من فرن للتاني، أهم حاجة تتابعوها، مش هتاخد منكم أي وقت خالص. ودي حبايبي صينية العزيزية الجميلة بعد ما طلعت من الفرن. طبعا سبتها تبرد في التلاجة لأنها طبعا بتتقدم باردة. تعالوا بقى نقطعها مع بعض. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، القطعة بقطعتها، وفعلا هتدوب في بقكم. حلا فعلا جميل. وتحية كبيرة لمحافظتي الغالية دمياط اللي دايما بتقدم كل حاجة حلوة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا جدا، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. ما تنسوش اللايك بقى الجميل بتاعكم، وأشوفكم على خير في وصفة جديدة إن شاء الله.